أنا واخدة عين مش ملاحقة مش عارفة إيه اللي بيحصل لي مؤخرا. كانت هذه آخر الكلمات العفوية التي نطقت بها الراحلة سهام جلال في بث مباشر على تيك توك قبل أن يغيبها الموت فجأة عن عمر يناهز 54 عاما. رحلت وزيرة السعادة كما كانت تحب أن تسمي نفسها، رحلت بجسدها ولكنها تركت خلفها لغزا طبيا وحزنا غائرا وصرخة صامتة ضد الخذلان الفني والنسيان. لم يكن أحد يتوقع أن البث المباشر الذي ظهرت فيه سهام بالأمس سيكون بمثابة الوداع الأخير. في ذلك اللايف لاحظ المتابعون تبدلا مفاجئا في ملامحها، شحوبا غريبا انتاب وجهها الجميل الذي طالما بدا أصغر بكثير من عمرها الحقيقي. وسط حديثها مع أحد المتابعين توقفت وقالت بمرارة: أنا عرفت دلوقتي إن المفروض أدخل العمليات بكرة، عندي انسداد في شريانين برجلي وكان في صباع مزرق تماما وكان خلاص هيتقطع. صدمة أصابت من معها وسألوها بذهول: كيف وأنت طوال عمرك مهتمة بصحتك ولا تعانين من مشاكل؟ لتجيب بكل حيلة: عين، معرفش ايه بقى اللي بيحصل لي مؤخرا، مش ملاحقة. لم يمهرها القدر سوى ساعات قليلة، وكتبت بعدها عبر حسابها على تيك توك: اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفي إلا أنت سبحانك. أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء. كانت هذه الكلمات هي المقطع الأخير في رواية حياتها، لتسلم الروح عقب الجراحة في رحيل صدم الوسط الفني والجمهور. وراء تلك الابتسامة المبهجة التي كانت تصدرها لجمهور السوشيال ميديا كان هناك قلب يعتصر قهرا. غياب طويل عن الساحة الفنية منذ عام 2017 تقريبا، حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام. سنوات طويلة جلست فيها سهام في بيتها بلا عمل، لا لقلة موهبتها بل لأنها لم تكن تمتلك شلة أو علاقات في الوسط الفني تضمن لها الاستمرارية. في تصريحاتها التلفزيونية المؤثرة اعترفت بمرارة: حسيت بقهر شديد، قعدت في البيت سنين بدون شغل وكنت بتصل بالمخرجين والفنانين عشان ارجع اشتغل وكانوا بيوعدوني بس كلها وعود في الهواء. لقد سعت، طرقت الأبواب، تواصلت